مساء الخير كل عملاء لمسة الكرام، عاملين ايه؟ احنا في فرع العظمة، فرع العباسية. العباسية الله اكبر الله اكبر. معلش لو الصوت من الزحمة، بس احنا مركبين المايك لان الفرع زحمة جدا ما شاء الله. ماشي ماشي، دي دايرة كده بس كده، ارجع تاني يلا. شفتوا يا جماعة امبارح، مش من بعيد، من امبارح كلمت على الذهب وقلت لكم خلي بالكم الذهب بيطلع. النهارده الذهب زاد 100 جنيه عن امبارح. تخيلوا 100 جنيه، انتوا عارفين يعني ايه 100 جنيه في الجرام؟ كتير جدا في يوم. النهارده الذهب ب 2570 و80 كمان. وبدأ يوصل ل يعني احنا 2600 هيوصل على فكرة. الصبح هنسمع 2600. الوقية سعرها عالي النهارده 40 دولار كمان، غير فرق سعر الدولار ملناش دعوه بيه، كمان الوقيه زادت 40 دولار النهارده. يعني اللي انا عايز اقوله ان فعلا الذهب طالع جامد جدا، طالع جامد جدا الفتره اللي جايه. لازم ناخد بالنا قوي. ثواني كده عشان ابقى معاكم. ايوه هوطي كده. سعر الذهب ب 2560 النهارده، اخر سعر وصلنا له دلوقتي، او السوق قفل على كده على 2560. عيار 18 يعمل كام؟ 2560 عيار 18 بقى 2000 كمان 75. 2575 اخر حاجه قافل عليها، صح كده؟ 2575 لو شفتوا. 2207 وال 18 ب 2207. يعني الاستثمار في الذهب دلوقتي احلى وقت يا شيماء للاستثمار. وكمان مع كنز دايموند هنستثمر في الالماس وفي الذهب. وفي الذهب. ده اللي احنا جايين لكم عشانه النهارده. وكمان في حاجات كمان عايز اقول لكم عليها. مش شرط انك تاخد سبيكه، مش شرط انك تاخد جنيه، ممكن تاخد غوايش بسعر السبيكه، ممكن تاخد مثلا الحاجات اللي احنا بنعملها الفيديوهات القديمه. تخش تسال اي فرع عن التوفير هيقول لك، لان احنا بجد عايزين نساعدكم، عايزين ان انتوا تتبسطوا معانا. احنا عندنا السبيكه الربع جرام ممكن نجيبها لاولادنا من مصروفهم ويكسبوا وكمان يفرحوا، صح ولا لا؟ مظبوط. يعني احنا دايما 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 لازم نخلي بالنا الفتره اللي جايه. يعني انا امبارح رحت للولاد قلت لهم لموا فلوسكم وادوهاني هجيب لكم بيها دهب. طبعا هم خدوا مني وعايزين ياخدوا مني، فبس انا هعمل كده وهديهم وهجيب لهم. ليه؟ النهارده هم لما ياخدوا السبيكه ربع جرام ب 600 ولا ب 700 على حسب سعر الذهب وقتها، ويجوا بعد يومين يكسبوا 100 ولا 200 فيها، هيتبسطوا. هيتبسطوا يا شيماء ويفرحوا. بالعكس انتوا كمان بتعلموهم ان هم ازاي يعرفوا يحوشوا، بتعلموهم ازاي يعني ايه الاستثمار، يعني ايه البيزنس. فده حاجه انت بتحفز بيها اولادك، دي حاجه صغيره ان انت تقدر تحفزه. لو انت حوشت انا ممكن ازود لك، فانا اجيب لك حاجه تحوش فيها فلوسك او تستثمر فيها فلوسك، ولما تبيعها هتبقى معاك فلوس اكتر كمان. مظبوط. مظبوط. كمان غير كده وكده ان النهارده انا ابني بدل ما ابعته ويفضل ياكل حاجات من الشارع، الشيبسي والشوكولاتات والحاجات اللي مش مفيده دي، والحاجات اللي بيطلبوها ماكدونالدز والمخروب بيتنا عليها دي، عارفه الحاجات اللي احنا مخروب أيوة بيتنا عليها دي. ايوه ايوه. لما هيفرح هيبتدي يحوش، هيبتدي ان احنا نقلل كمان الحاجات المضره اللي الاطفال بيحبوها، وكمان هنستغلهم ونبسطهم في الدهب. هو فعلا بس احساس التحويش هو احساس فظيع. بس اهم حاجه ايه بقى؟ ان الامهات ما تضحكش على اولادها. يعني مش معنى ان ياخد منها. اعتبر ان كلامك ده جارح. لا هقول لك ليه. اصل انت لو خدتي منه الفلوس هو خلاص اللي هيحوش ولا هيعمل تاني، ما عارف ان في الاخر ماما بتاخدهم، عارف ان بابا في الاخر تاخدهم. طب خلي بالك لكن عشان لو انا ولادي شايفيني خدتيهم، دلوقتي انت بتقول لهم على معلومه غلط. لا وفي حاجه كمان يا شيماء، يعني انت لو خدتيهم منهم وبعت لهم بعد كده وجبت لهم لعبه كان نفسه فيها، قد ايه هيكون مبسوط. لا حوش له بقى عشان بعد كده يتجوز. احنا النهارده أيوه. نزلنا ريفيو يا جماعه، اصغر عريس وعروسه كانوا موجودين في لمسه، يعني في عظمه كانت بتحصل النهارده في العباسيه. المهم ان احنا دلوقتي تاني بعيد تاني للناس اللي لسه داخله، الذهب طالع جامد جدا. توقعات مش يقين، بس توقعات بنسبه 99.9%. يعني الاحتمال الضعيف انه ينزل ما يكملش 1%. ليه؟ البورصه طالعه جدا، الاسعار طالعه جدا، فبالتالي الذهب بيطلع اسرع حاجه في الدنيا. يعني انا لو جبت اي حاجه بديله الذهب، الذهب احسن.
صح مظبوط. ده بجد بجد تامر فيه. وعايزه اقول لكم على حاجه بجد، الايام دي في اسعار خياليه حبيبي. يعني الناس كلها، الناس بتروح تشتري الحاجات، بترمي فلوسها في حاجات بجد ملهاش اي لازمه خالص. طب وما جبتليش واحده ليه حضرتك؟ لا ولا طالبه منه من امبارح. المايك خلي بالك. طب ماشي المايك. طيب طب خد حاجه اقول ظبط. لكم بجد، احنا الايام دي فعلا ناس كتير جدا بتروح تشتري حاجات الاسعار خياليه، الاسعار بتبقى بترابل ودبل، اسعار بجد، فظيعه. ده فبجد حقيقة. ان انت تحوشي الفلوس لحد ما الاسعار تنزل بس تنزل أيوة كده كده. شويه، لا ده احسن بكتير. يعني بجد صرف الذهب وان انت تحوشي فلوسك بدل ما تشتري حاجات مش مفيده، مية مية. بجد يعني لابسه بتقول لك المعادله المظبوطه جدا. طلع المايك بس شويه عشان حاضر طلع المايك حاضر. طب تعالوا بقى نبدا ونفرجكم كنز دايموند، السياسه الجديده للالماس اللي فيها استثمار وفيها توفير وفيها كمان انك بتلمسي الماس ببلاش. عمرها حصلت دي؟ لا، سمعنا عن الكلام ده غير في لمسه؟ وتحوشي الفلوس بتاعتك هي موجوده دهب. والماس. بالظبط. تخيل النهارده لما اجي اشتري خاتم بالشياكه دي، بصوا الخاتم تحفه وجميل جدا. بصوا الراس والديل بس اللي فيهم الماظ. احنا بنشتري خاتم ذهب عادي جدا بيتضرب بسعر الذهب، بعد اذنك ضربوا لنا مسترياني سعر الذهب مع الضريبه مع المصنعيه، مع هو في 14 سنتي، في 14 سنتين الماس. بصوا كده، بص يا شيماء على ايدك، في 5 جرام و56 وانا مللي. كنت لابسه لكم دبله كده، انا عايزه افرجكم والدبله وريها لهم برضو، وريها ناس الدبله. كتير قوي بتسال على الدبل الجديده بتاعت كنزي دايموند. عايزه اقول لكم اسعارها تحفه تجنن. عامله ترند الدبل، احنا الدبل ما بنلحقش عليها ما شاء الله، الله اكبر. يعني هي عامله فعلا ترند من حلاوتها، وكل السايزز موجوده. ليه بقى؟ كبيرة، ليه بقى يا شيماء؟ هي دهب ب 10350، تحفه. دهب بضريبه ومصنعيه زي ما بتشتروها عادي جدا في الشبكات، دهب بس دهب ومصنعيه. فيها قد ايه دايموند؟ فيها قد ايه الماظ؟ فيها ب 3570. طب ال 3570 يا لمسه لما اجي ابيعها او اجي اغيرها هيروحوا فين؟ هيرجعوا لي ما هم زي ما هم في الفاتوره مكتوبه، او الجرانتي اللي هتاخديه بتاع الالماس، كمان بتاخدي جرانتي عالمي للالماس. كمان لما تيجي هتاخديه تبيعيه هتاخدي 3570 مش 69. ايه فظيعه. ها، وعايزه اقول لكم برضو ان في الرفيعه بتاعتها بقى. حد بيسأل مفيش دلائل فلسطين؟ تعالى 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 تعالى. بصوا يا جماعه ستظل الخريطة موجودة في زي ما الخريطة. هي. خريطة ستظل دائما من موجود. خريطة كما هي. زي كما ما هي، ما تقولش كده، كما هي. ما تقولش تعالى حبيبي. المفاجأة دي كلها قد ايه بقى؟ جرام. الله. يعني كلها على بعضها تعمل لها حوالي 2500 جنيه. بصوا بصوا الشياكة كمان بتاعتها، هي على فكرة شيك. هي بصرف النظر ان هي الخريطة بس هي شيك. طبعا. والله شيك جدا. بصوا طلبناها بسرعة جت لنا، في ناس عملتها بس مش زي ما لمسة تعملها. لمسة لما عملتها لكم عملتها لكم هي والسلسلة جرام، والمينا ملونه كمان. والمينا ملونه كلها اهي. بصوا عامله ازاي. اللي عايزها بالحجز بالطلب كذا حد أهي. بيسأل بكام؟ وطبعا مصنعيتها كلها طالعه للهلال الاحمر. كل اللي هيشتري السلسله دي مصنعيتها طالعه للهلال الاحمر. اهي مع الخاتم بتاع امبارح كمان، الخاتم بتاع امبارح اللي وصل 1000 ونص مصنعيه. اهي البسها. البسها لك، تعالي نشوف. اهي مستفيد. الله، تحفه. والله هي شيك اصلا، خلي بالك يعني هي شيك اصلا. يلا يلا نكمل بقيه وصف الالماس. احنا قلنا عامه ان الدبله دي في حد بيقول لك عايزين منها كمان واحدة علم مصر. ان شاء الله فعلا نعمل منها علم مصر. بص بقى قلنا الدبله كده عامله كام توتال؟ الدبله عامله 13920، وفي فيها دهب بس ب 10350. يعني الدهب يعني ايه فيها دهب؟ يعني شاريها دهب بس، يعني لما تيجي تبيعها على سعر الدهب، انت شاري النهارده الدهب ب 2200 بكره بقى ب 3000 هتتدرب لك ب 3000 وتكسبي 700 جنيه. طب سؤال، وفي الارفع منها صح؟ وفي ارفع منها وأقل؟ تحفه، اقل منها ب 8650، فيها ب 1000 جنيه ماس بس. اهي لان فيها فص واحد بس. بصوا الرقه والشياكه بجد، احنا مش ملاحقين على الاوردرز بتاعت الدبله القمر.
8650 جنيه. على فكره هي ثمن دبله ذهب عاديه خالص. الشير بقى عشان نحبكم نعمل لكم مفاجاه ونديكم هديه او توقع في اللايف. نديلهم واحده من نديهم واحده في... نديلهم واحده بتاعت- يلا يا جماعه، الاكتر شير، اهو نديلهم دي هديه. الاكتر شير واكتر كومنتات، بصوا الاكتر شير واكتر كومنتات هياخد دي هديه. تابعوا معانا يا ادمن، اكتر شير واكتر كومنتات. بصوا الخاتم ده تحفه، ده ضربت لي الخاتم ده هاني. ايوه عندك. اعمل كام بقى؟ بصوا الخاتم ده جميل جدا، شيك قوي قوي قوي. معلش يا شيماء ابسلوم. حد بيسال انا نقطه كنزي دايموند اونلاين. عادي شغال على اونلاين فكرة وفري. لسه كنت هقول كده الشهر ده كله اونلاين فري كنزي دايموند بس. بصوا الخاتم في قد بصوا ايه دهب بقى؟ الخاتم بقى فيه، هو الخاتم فيه ميزه حلوه قوي. مش هو ده الخاتم؟ اه الخاتم ب 15850، ده الذهب بضريبه مصنعيه عادي، وفيه ب 7100 الماس، يعني اجمالي 22950. لما نيجي نبيع هنبيع الذهب بمصنعيته بنبيع الذهب بسعره، سعر العالمي ملناش دعوه بيه، عالي نزل وطبعا هو الدهب ملناش بيعلى، دعوه بيه. فانت كسبانه كسبانه. الالماس بيرجع لك حقه زي ما هو بس في لمسه. ماشي، يلا حد كده. الدنيا شغاله، الدنيا شغاله ماشي. سعر التوينز ده سعر التوينز. بص بقى، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه التوينز الجامد ده، ايه التوينز الجامد ده. بص يا جماعه، توينز بالجمال ده. هي بصراحه كنز دايموند نزلت الاسعار كتير في الالماس، بجد كتير. والنهارده بقى اي عريس مامته ولا باباه مش هيخاف عليه. يعني كان زمان دايما تلاقي اختلافات يا مستر هاني في الشبكات، لا خليك في الذهب عشان الذهب ما بيخسرش، الالماس بيخسر نصه، اللي مش عارف ايه الكلام ده. النهارده اختلف خالص اللمسه اللي فغرت مع الفكره كنزي. على فكره. ايوه بالظبط، مع كنزي دايموند. بصوا يا جماعه، كنزي دايموند جايه من كنزك، ده كنزك، فبالتالي سميناه كنزي دايموند. بصوا يا جماعه، ده عامل كام التوينز ده؟ عامل 38500، في ب 10100 الماس ذهب، وفي ب 28400 الماس، وممكن نركب حجر هنا من اول 10 سم زي ما احنا عايزين بقى. عايزينه ثلاثينات، عايزينه اربعينات، عايزينه عشرينات، الفص بثمنه معروف كده كده ما بيخسرش. كويس؟ عامل كام؟ 38500. هو بيقطع ولا متهيألي؟ شغال كويس؟ طب هيبقى تمام. بتقول رودي فين؟ رودي اجازه النهارده، رودي اجازه النهارده الله يسهل لها. ماشي. طيب تعالوا نشوف بقيه الخواتم. تعالوا بصوا خاتم زي ده، بصوا الخاتم ده جميل ازاي. حاضر اخش عليها دلوقتي. طيب احسب لنا ده، هنخش احنا في اللي انت حاسبه لنا. ماشي، نيجي لده. بصوا الخاتم ده طبعا خاتم شبكه ترند وخاتم فظيع، ده رهيب. ترند الدايموند في العالم كله على رهيب فكره. رهيب رهيب، بحجمه ده وكبره ده. كنا الاول بنبيعه ب 35000 جنيه ايام ما كان، صح؟ وكان الدولار سعره اقل من دلوقتي كمان. دي حقيقه. بص النهارده في كنز دايموند عامل كام؟ 25500. طب الجميل في ايه؟ ان في ب 6700 ذهب، وفي الماس ب 18800. يعني لما نيجي نبيع مش هنخسر حاجه خالص، ممكن نكسب على فكره. هنكسب، لان كمان كنز دايموند عامله لكم ان الالماس بعد سنه في مكسب. ليه؟ الالماس بيزيد في السنه 4 مرات، فزياده في ما بتبقاش قوي، فعشان كده خليناها سنه كامله. 25500 جنيه قمر. انا لا شايف كومنتات ولا شايف بتاع، احنا نلغي المسابقه. لا لا هنلغي المسابقة. لا ما نلغيش المسابقه. لا نلغيها بقى، ده فيها سلسله كليه 2500 جنيه. طيب بصوا بقى، خاتم تاني بالشياكه دي عامل 20900، في ب 9700 ذهب و11200 الماس. بص الشياكه، انت النهارده هتبقي ملكه مع لمسه ما فيهاش كلام. طبعا الالماس ده كان بيقولوا عليه بتاع الملوك، النهارده الملوك والامراء احنا كمان هنلبس زيهم، قمر. كل الناس تلبس زيه. بصوا قد ايه اصلا في ستونز عامله ازاي، ايوه وب 20900 جنيه بس. بس فين؟ بكنزي دايموند. وفي لمسه. لمسة. حاسب يا عم. طب نسكت على كده، طب ما تيجي نشوف اللوركس وشياكته بالبراند بتاعه والعلامه بتاعته والجمال بتاعه. الخواتم عامة الرولكس كلها از براند، هي يعني عامة هي ترند في العالم. المفاجأة، كله. بصوا بقى المفاجأة بكام؟ بكام؟ 8500 جنيه. في كنزي
كنز دايموند وبس ايه 8500 جنيه. خاتم الماظ ب 8500 جنيه في لمسه. ده على فكره مفيش يعني اقل من سعر الخاتم الذهب الرولكس العادي. رايك والله بجد. والله 8500 في ب 3100 الماظ وفي ب 5400 ذهب. وفي على فكره هو بس اكبر منه شويه برضو. بص ده ما ننساش ناخد الجرانتي لان هيكون مكتوب فيه تفاصيل الالماس بص ده. والفاتوره مكتوب فيها سعر الذهب وسعر الضريبه وسعر الذهب لوحده. بص برضو ده. بص ده ده كمان ده بص بقى كوبرو ده العريض بتاعه ولا ده ايه؟ ده الاكبر منه. ده الاعرض بتاعه ب 11550 في ب 6950 ذهب ضريبه ومصنعيه عادي وفي ب 4600 الماس. هو في اصلا كذا سايز. وبص ده برضو. بصوا يا جماعه عشان برضو تبقى انتوا عارفين اللي يجي ويلاقي الحاجه مش موجوده بيدفع لها ديبوزيت وبيبعت الصوره لان احنا في دفعه كتير جايه تاني لان ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني يمكن نص البضاعه اللي بقالنا ما كملناش فيها 3 4 ايام خلصت. ما شاء الله. فمعلش احنا معاكم كل يوم بننزل لكم جديد يومي بننزل لكم جديد. ده برضو السايز اللي اكبر منه شويه. لا ده عريض ده بقى ده مشكله. وريهم دول الثري سايز. دول 3 مقاسات. بص عامله ازاي. كبير ده ب 18700 في ب 10600 ذهب وب 8100 الماس. ايه ده؟ والله بلاش. ايه ده؟ سعر فعلا الخاتم الذهب العادي جدا. وعايز براندز. ناس دي بتحب البراندز بجد. هتحب الخواتم دي جدا. سعرها تحفه. يعني انت بتتكلم اول واحد عامل 8500 جنيه. مظبوط. والتاني عامل 11550. ايوه. واللي بعده عامل 18700 جنيه. شياكه. كنزي دايموند يا جماعه بتتحدى شياكة. كل البراندز. شياكه. طيب نسكت على كده. طيب تعالي معلش بحسب دي هنا ماشي. تعالي بصي الخاتم ده الجروميت بالالماس. لا ده بقول لك ايه ده حكايه. الالماس قد ايه؟ حكايه ب لوحدها. 21900 في ب 12200 الماس وفي ذهب بس ب 9700. طب ينفع دبله؟ ينفع محبس وينفع فوق دبله وينفع خاتم وينفع كل حاجه. تحفه بصراحه. تحفه. يا جماعه انتوا بتعملوا شير ولا لا؟ احنا بنفكركم بالمسابقه. اللي بيعمل شير واكتر ناس بتعمل شير وكومنت هتاخد الكوليه ده هديه. فانا عايزه بقى الاقي الشير والايموشنز واللافز والحاجات دي. انتوا فين؟ وحشتوني يعني. بصوا الحلاوه. الناس موجوده يا خلونا؟ موجودين وبيتفاعلوا معانا والدنيا زي الفل الحمد لله. عندك خصم يا ابني. واللي هيعوز الكوليه الكوليه ده يعمل حوالي من 2500 ل 2700. ايوه ماشي. ما انا بقول لا بيتكلم الاوردرز. الناس لو طلبت اوردرز فهو موجود بالحجز. لكن الكوليه ده اول واحد موجود فور فري لاكتر حد هيعمل شير وكومنت. نقول طب نشوف ده بكام الخاتم ده عشان نبقى خلصنا الخواتم. الخاتم ده ماشي. بصوا بقى الخاتم ده جامد جدا. راح فين يا خالد؟ وحبكة الحمام دلوقتي؟ ماشي. ينفع يعني؟ طيب يسيبنا واحنا شغالين كده يستحمل. بصوا يا جماعه ده تحفه. بصوا تحفه. خد يا شيماء وري لهم الجمال ده. 19400 كوبري الخاتم ده يا جدعان. خاتم قد ايه؟ 19400 كوبري الخاتم ده. حالا هنخلص. او تعالي اللي انت عايزاه تعالي خدي انهي واحد. 19 الخاتم الهارد. بصوا الخاتم ده فين؟ فيه 12300 جنيه ذهب وفي دايموند 7000 جنيه. توتال عامل 19400 جنيه. كل الخاتم ده 19400 جنيه. هو انا صوتي بس باين ان الدنيا بقت زحمه ودوشه. سامعيني كويس؟ المايك حتى علشان اسمعي. خدي اهو. معلش لازم. بصوا الحلاوه دي كلها ب 19400 جنيه. في عظمه بتحصل. كنزي دايموند فيها عظمه بجد بتحصل. هي لمسه بتعمل عظمه. لمسه دايما صاحبه الترند. طبعا. تنكري؟ لا ما اقدرش. بس انا واحد بس ما في غيري بس. تعال اتفرج على ايه بقى؟ تعال افرجكم. بص بقى بص شيل دي بعد تعالوا النهارده هفكرهم ناخد بس اخر مره قبل ما اقلع الكوليه ده يا جماعه. اوبس هفرجه لكم حالا عشان انا بس قلعته.
بصوا الكوليه اللي هيتوقع اكتر كومنتات حد كتير يا جماعه، أكتر كومنتات حد- كتير، كومنتات كتير، الحمد لله على السلامة. كومنتات اكتر كتير. حد شفيته بيعمل كومنتس ربنا يخليك. شفيته يا برنس. دي الفضايح بتاعتنا. اكتر حد هيعمل كومنتس ويعمل شير هياخد الكوليه ده هديه. انا مستنياكم بس هلبس حاجات تانية بقى. طيب الكوليه ده يا جماعه عامل 11500. بس 11000 بس يا شيخ. بس مفاجاه خلاص يا مستر هاني، صورها على الجروب. 11000 بس. 11000 يعني 11000 في ب 5000، في ب 5050 ذهب، وفي ب 6 ونص الماس. شلنا النص بقى ب 6 الماس يبقى 11. واو. في كده غير بلمسه؟ ما احنا لمسه ليه؟ عشان احنا بنعمل عظمه وبس. بس كده. وريهم بص ده كان 15 و17 و18 و20 اهو. اهو لو على السعر كمان النهارده كان يعمل 22000. بص هي البتاع كلها الماس ازاي، ودي كمان بنفس السعر اهي. تحفه بص يا شيماء، تحفه تحفه. بص يا شيماء، خدوا سكرين شوت. 11000 جنيه وبس. 11000 جنيه وبس. كيدز دايموند بجد بتتحدى كل الاسعار اللي ممكن تتخيلوها. التنس بقى وحلاوته. تعالي نشوف التنسات في كنزي دايموند ممكن تعمل معانا ايه او تتباع بكام يا شيماء. اللي احنا بنحوش فيها. اللي احنا بنحوش فيها اساسي، يعني اساسا اللي بنحوش فيها اساس بجد. الاساس الالماس تنس. وبجد اللي هو ما بيخسرش العمر كله، بالعكس بيزيد وبتكسبي فيه كتير. خد يا مستراني 14 جرام 25 و2 ايراد 67. بص بصوا تنس تيفاني يجنن. تمانيات. بصوا الديزاين عامل ازاي. تعالي نشوف بقى في كنزي دايموند بكام. لا بصوا الديزاين يا جماعه، بقول لكم يعني الناس اللي هي عشاق الدايموند بجد اتعشت معاك. طبعا انت عارف اتعشت. بزياده. ايوه كده تبقى اتعشت. طبعا جبت ده- التنس ده اتعشت. والتيفاني عامة قليل جدا، قليل ان الديزاين ده احنا ممكن نلاقيه كتير فظيع. والحجره كلها هي بصوا هي عاليه ازاي من الجنب. شايف يا خالد هي ازاي عاليه؟ ايوه بصوا والحجره دي كلها طبعا مهندس تقول حجره صحيحه تمانيات. ايوه. عامل قد ايه بقى ذهب وعامل قد ايه دايموند؟ عامل ذهب 40600 جنيه. دهب وضريبه ومصنعيه برضو. اه ماشي. عامل دايموند 135 500. هو في قد ايه دايموند؟ في قد ايه في ألماس؟ داخل 3 اغراض واو. تقريبا. 135,000 لا 176,000 جنيه. كده كله توتال 176,100. 106. يلا يا جدعان مين قال هات؟ يلا يا جدعان. ناخد سكرين شوت. يعني بصراحة دي عظمة، يعني المفروض الواحد ما يقلعهوش الفظيع ده. شيك قوي. تحفة اه المفروض واحد ما يقلعوش. بجد. لو فضل حلال عليك يا شيماء. دي لو بتشوفنا دلوقتي منشن. يلا يا درش. هنحطهم طيب. جنب بعض. ده عشرات. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الثمانيات بتحسب عشرات عادي، يعني بيبقى بتخش في فصيله العشرات، لكن في الاخر احنا بنحسب الايراد وبنحسب المصنعيه وبنحسب الضريبه وبنحسب الذهب. يعني في الاخر برضو احنا بنحسب تاني. تمام. هتلاقي زياده مثلا 1000 انقص 1000، لان احنا ما بنجيبش بالظبط عشان بس المشاكل اللي بتحصل في الفروع. هو في الاخر بيبيع لك بسياسه واحده، بفكر واحد، بطريقه واحده، حسب الوزن. يعني مثلا تنس زي ده اهو، زي اللي لابساه شيماء ماشي، في 3 اقراط الا النهارده تنس زي ده فيه 4 اقراط اهو، يبان ده اكبر من ده. علشان كده انا بقول لكم فكره الديزاين التيفاني هي فعلا ان الديزاين ده بيبين شكل الحجر، بيكون كبير، بيبين بيديله أكبر. شكل الديزاين. لكن ده عايز اقول لكم إن ده هو شانيل. اتقل واكبر. بصوا الشياكه ده بتاعه. اتقل واكبر. بصوا شكل التنس عامل ازاي. احسبوا لنا يا مستر هاني. انا خلاص انا لبست ده يعني علشان ايه يا دادي بقى. مش هوصيك. عيد جوازنا بيقرب. اعمل منشن لمصطفى. مش صاحبك ده؟ حبيبي ابعت له منشن. حبيب قلبي، ابعتها لي. اتدبست يا كبير. قال لك ما تلعبش بالنار ولا تلعب مع المستشار. مستشار. ايوه صح. ابعتها لي. ابعتها لي. العب بالالماس مع المستشار عادي. ايوه. طيب نشوف دي.
انا عايزه اشوف بس التنس الشانيل هيبقى سعره عامل كام؟ يعني احنا قلنا في 4 ايرات. والله بس بتاع سعرها حلو قوي، دي سعرها حلو قوي. بتعمل كام بقى تقريبا؟ هنشوف دلوقتي. عايز بس يخلص هنا. ماشي اديني بقى. 229,000 ده يعمل 229,000. 4 ايرات يعني صح؟ 229,000 بصوا اه 220,000 يا مستر ايمن للتنس ده بس. مستر ايمن اللي هيجي ياخده من العباسيه. مستر ايمن بيضحي في ماشي يلا. في 34,100 جنيه دهب، وفي 194,900 دايموند، عامل 229,000 جنيه. ومستر ايمن قال 29,000 229,000. احنا قلنا كام؟ 220,000 شلت التسعة. يلا 220,000. يلا ربنا يعوضها. فكرتها 900 جنيه والله فاكرها 900 جنيه. ماشي مش هنرجع في كلامنا. 220,000 تاني هاني بصيت، شفت هاني بصيت ازاي؟ شفت هاني بصيت ازاي؟ كلنا استغربنا. مش هنرجع في كلامنا. ماشي التنس ده بتاعي يا مستر 220,000 يلا يا باشا. رزق اللي هتاخده يا جماعه انا لبست ده والله خلاص، رزقها. أنا مش قادره اقول لكم. والله رزقها. يلا ده فيه ايراد الا برضه يا مستر ايمن. ماشي. لا خد ده بقى شويه حكايه الاساور بقى. دي بقى عشان شويه بص الاساور دي ده- لوز. ده حكايه لوحده. تعالى شايف كده، بصوا الجمال بقى ده. كينجزي دايموند عامله شويه يعني انسيالات، تيجي تنفع انسيال على فكره، وينفع هاف تنس. بصوا الحلاوه، ممكن تقول لنا بقى ده عامل ايه؟ بصوا في كام يونت مليانه دايموند ده فين؟ اهو ده. ثاني واحد عامل 61,550 في 4000 46,200 الماس بس. 46,200 الماس بس. وفي كمان 15,350 الذهب. تحفه بصراحه. عامل توتال 61,550. 61,500 يعني. ايوه حلو جدا والله العظيم على كبره يا جماعه. في كمان اللي بيغودين على الالماس في تقريبا وبيشتروه. إيراد يعني. لا ده انا عايز اقول لك على حاجه يا شيماء. يعني النهارده عميل الذهب ممكن ما يعرفش قيمه كنز دايموند دلوقتي، لكن عميل الالماظ اللي كان بياخد الماظ وكان بيخسر فيه كتير هو اللي يعرف قيمه دي حقيقة. الموضوع ده. دي حقيقه. يعني النهارده انت بتاخدي حاجه وفي بطنك بطيخه صيفي. انت بتلبسي تتعايقي لابسه الماس من اغلى الحجاره اللي في الدنيا كلها، لابسه ذهب من اغلى المعادن اللي في الدنيا كلها، ونفس الكلام بنكسب فيهم كمان ونستثمر فيهم. بس الكلام ده بس في لمسه. دي حقيقه. ده بس معلش. السياسه دي على فكره يا جماعه عمركم ما هتلاقوها في ولا براند تاني بتاع ذهب ودايموند. دي حقيقه. احنا تعبنا قوي عقبال ما جبنا الموافقه دي. هي فاكره الموضوع كان سهل، بس برضو الفضل بعد ربنا يرجع لهم، لان هم لولا سحبهم من لمسه كتير ما كناش فكرنا إن قعدنا إحنا نعمل حاجة ونعمل فيها. ديلات حلوه. صح دي حقيقه. فاهمه قصدي؟ خلاص ده سعرها حلو قوي. انهي اللي كان سعرها حلو؟ 11 مستر ايمن قال 11. لا مش دي، لا، لا، مش مش هي دي. دي. دي اخف شويه. بصوا يا جماعه الاسوره دي تحفه اهي، منها اسوره ومنها بريسلت، لان هي بصوا شغاله. وريني كده على ايدك. بصي تيفاني ريان بتقول لك اي حاجه تيفاني عندكم حلو. ربنا يخليك يا نور، ربنا يخليك يا نور. وكمان الحجاره اللي فيها كلها وان ستون، عامله 31,550 فيها ب 18,350 ذهب، وفيها ب 100 ب 13,200 سوري الماس. 31,550. الذهب لما نيجي نبيعه هنبيعه سعر ذهب عادي جدا على سعر الذهب، سواء ب 3000 سواء ب 2000 سواء باي سعر كان. وكمان الالماس هناخد فلوسه زي ما دفعناها لمده سنه، وبعد السنه يتقدر عشان تكسبي فيه. بص بقى 10,000. انا قلت لك دي سعرها عالمي، قلت لك دي سعرها عالمي عالمي ب 10,000 جنيه. يعني انت ممكن 10,000 عايزة أقول جنيه. لكم بقى، فيها ذهب ب 4,500 وفيها الماس ب 560 ب 5,600. بص بصوا الحلاوه. عايزه اقول لكم بقى بجد ان دي تنفع جدا في انت رايح تقرا فاتحه، الله. رايح الله. شبكه حلو، حلو. مثلا ما تبقاش عايزه تبقى غاليه قوي، ممكن تجيب دبله فيها يعني في قرايه فاتحه، لو رايح في قرايه فاتحه ممكن ياخد دبله فعلا فيها وان ستون وكوليه زي ده. كنزي دايموند كمان عامله محابس رفيعه جدا، هفرجكم واحد بس منهم يعني بجد من كتر القرب. دبله 1000 جنيه. طب انا بص انا عايزه اعرف ده بكام؟ 25,000 جنيه جديد 25 30,000 جنيه ممكن تاخد محبس ودبله وكوليه زي ده. 10,000 جنيه انت
وبتدي لها كوليه دايموند داخل بقيمتك بجد. بقى ورجل على رجل كده بقى وبتاع وعنطازه بقى، ها يعني انت داخل بالماظ يا عم، مالك داخل بالماظ يابا. وهتلاقي بقى المقابله بتاعت حماتك اتغيرت وحماتك اتغيرت، وبعدين هيسيبك بقى تخرج معاها طالما بتجيب الماس ولا ايه؟ مش هيقول كده، مش هيرضوا بقى. اهالينا برضو بيبقوا صعبين. طب بصوا طيب بقى بص، الاسوره دي بجد انا عايزه اسال كده، لو الناس بتتابعنا كنت الاول كنت ممكن تشتروا اسوره زي دي بكام؟ انا عايزه اعرف بجد، عايزه الناس ترد عليا شويه كده، كنت ممكن تشتروا الاسوره دي بكام؟ ايوه كينز دايموند بجد عامله معادله غريبه. يعني دي فيها ذهب ب 19100 جنيه، هي اسوره عاديه خالص، وفيها دايموند ب 12700 جنيه، يعني هي از توتال هي 31800 جنيه. بجد احنا كنا عاملين نفس الاسوره دي، كانت موجوده عندنا قبل كده، كانت بتعدي ال 40 وال 45 فيها. يعني انا مش مصدقه، مش بصدق الاسعار، بس لما بتبقى ما بين الذهب والدايموند بصوا الحلاوه تحفه، عظمه بجد. لا شياكه كمان، طب بص الاسوره شياكه دي كمان. عملت كام دي؟ عامله 31800. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بصوا بقى دي كمان فيها 3 يونتس مليانين دايموند، اوعى تقول 39. 39000 جنيه، محدش يا حلاوتك يا لمسه يا حلاوتك يا كنزي دايموند. وكنزي طبعا، عامله 26500 جنيه ذهب، كنزك في ايديك. و12700 جنيه دايموند، 39200 جنيه. بصوا الحلاوه، في عظمه. الناس بتعمل شير ولا ما بتعملش شير؟ الناس بتكتب كومنتس، يعني انتوا فين بقى؟ هوريكم النهارده دبله وخاتم لسه عاملينهم، عايزكم تشوفوهم وتقولوا لي رايكم ايه بسعرهم دلوقتي. الناس اللي بتحب الالماس هي اللي هتفهم قد ايه احنا نزلنا في الاسعار، قد ايه احنا امناكي. الالماس كله جي كرر وفي اس 1، يعني ما عندناش حاجه اقل من كده، اقل من جي كرر وفي اس 1. بصوا بقى انا هفرجكم حاجه واحده. اتفرج يا كبير. بصوا بقى ده ينفع محبس، بصوا ب 5200 جنيه بس ذهب بس، وب 10200 جنيه دايموند. بصوا الحلاوه، عامل 15400. والله ربنا يخليكم يا بابا، المجال بيكم ينفع حبايبي. بجد يكون كاتم قرايه فاتحه خطوبه محبس 15000 جنيه، ايوه 15400 جنيه، وسلسله دي 10000 جنيه 25000. خلاص كده شبكه. اهو خدت دول ب 25000. بجد يا جماعه معادله المستحيل. وعلى فكره انت في الوقت ده انت رضيت مامتك وحماتك اللي نفسها تلبسها دهب، وفي نفس الوقت دهب بس فيه دايموند. خطيبتك اللي نفسها تلبس دايموند، وحماتك ومامتك اللي نفسك تجيب دهب. ايوه تمنهم موجود فيه، شبكه تمنها موجود فيها بجد. بص بقى، تعالوا كده نشوف الحلويات دي. تعالوا كده نشوف الدبله اللي هي مش دبله، هي عباره عن كتله الماس، فيها باجيت وراون وبرنسز، وفيها روبي اصلي اصلي، مفيش حاجه مش اصلي فيها. تعالوا نشوف سعرها كام. هي ده سعرها، فيها دهب بس ب 16000 جنيه، دهب ضريبه ومصنعيه ودمغه 16000 جنيه. وريهم الفخامه. فيها الماس ب 86000 جنيه و300. لا انت ثواني بس، هو انت قلت لهم ان الدبله دي كلها، بصوا كلها ستونز. وريتها لهم، وفيها روبي. طبعا الحجاره الروبي فظيعه، فيها باجات. شايفه شكله عامل ازاي اصلا؟ هي دي شايفه غنيوه بتاعها عامل هي ازاي؟ دي مش محتاجه اي حاجه على فكره، مش محتاجه عليها توينز خالص، هي شبكه. اه. يعني انا بشوف ان دي شبكه. وفي ناس ممكن بتحب جنبها تلبس كوليه. الدبل دي كده. يبقى جنبها كوليه فظيعه ب 102300 جنيه، فظيعه. سياسي كيدز ده، لا الجميل هتلبسي الدبل في الالماس دي كلها، ولما تيجي تبيعها مش هتخسري ولا جنيه. ايه 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 ولا جنيه. والذهب، طب لو زاد الذهب هنكسب في سعر الذهب. انا شاريه ذهب ببيع ذهب. والالماس يا عم اديني الامانه اللي عندك. انا لبست واتدلعت وقعدت واتمنظرت ولابسه الماس، وفي الاخر فلوس في ايدي كبيره متشاله، مش رايحه مني، مش بتخسر. موجوده، بالعكس، مش بتخسر دايماً زمان ولا بتكسب. 15 ولا 20 ولا 30 ولا 40، مفيش الكلام ده. في كنز دايموند بس. طب انا عايزه بقى
بقى ايه وريهم أفرجكم الفخامة. عظمه. بص الفخامه فيها كام يونت، شوف الخاتم كده فيه كام يونت، بيتعدوا امتى دول؟ يعني بيتعدوا شوفي ازاي؟ كده كام يونت. في قد ايه؟ في تقريبا قيراط ونص. وبص على الباكت فكرة مع لايف. الراون مع لا 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 في جامد تقريبا جدا. قيراط ونص على فكره. ب 93000 جنيه. يا اللي اشتريت خاتم زي ده قبل كده اكتب لنا في الكومنت دلوقتي انت اشتريته وفرت بكام؟ قد ايه. مش اقل من 50000 جنيه. بصوا الحلاوه. عايزه ايه تاني بجد من الدنيا بقى ان انا لابسه خاتم زي ده؟ خاتم ودبله بصوا قمر عظمه. ده ب 93050 جنيه. وده قلنا بكام؟ ب 100 وكام؟ ده وده ب 103. الدبله ب 103 والخاتم ب 93000. ده عظمه. بس ده فخامه. دي عظمه. دي فخامه. لا دي حقيقه. دي فخامه. على فكره في ناس بتحب تقتني البيسز ديت. يعني معلش اجيب خاتم زي ده ولا اجيب مثلا دستة غوايش؟ والله العظيم خاتم زي ده احلى. زي ده طبعا. خاتم. واسمي حاطه فلوسي كلها في حاجه واحده على فكره. يا خرابي بقى وانت قاعده بقى كده بتدلعي بقى، ولو رايحه فرح كده كلاس ولا قاعده في سهره كده جامده، الخاتم بيتكلم. لا وجماعه الكاميرا طبعا ما بتبينش لمعه الالماس، انا عايزكم تشوفوه لما تيجوا الفرع هتلاقي حاجه بتبرق كده. يعني لو انت قاعده في مكان بالليل مثلا في سهره ولا معزومه او الكلام ده، ايدك بتنور ما فيهاش كلام لان ايدك كلها الماس. طيب نرجع لده الخاتم. بص بقى خاتم زي ده برضو بالكوبري ده عامل 48000 جنيه ب 11500 و36 و600 الماس. كمان لما نيجي نبيع هنرجع الالماس ال 36 600 تاخديهم زي ما هم من 36 ونص. شوف بقى قد ايه هتاخد 36 600. والذهب حسب سعره، الذهب عالي كسبتي، الذهب نزل خسرتي. ما اظنش الذهب هينزل. عايزه اقول لكم وريهم كان شياكته. في ناس كتير جدا انا لابسه كنت خاتم زي ده في اللايف بتاعي. ناس كتير قوي سابت الحاجات وقعدت تسال شيماء انت جايبه الخاتم ده منين؟ الخاتم ده اهو كنزي دايموند. بصوا الحلاوه فظيع. بس انا عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه التاني ده من بره مصر، يعني اغلى من بجد انا مش قادره اصدق السعر. ده في ذهب ب 11500 جنيه وفي دايموند ب 36600 عامل 48100 جنيه. القمر ده كله. بصوا طبعا سلسله جروميت كالعاده ب 44000 جنيه وفيها يونت الماظ لوحدها. على فكره الجروميت اصلا بنفس سعره في الذهب قريب شويه من ده. البسيها كده خناقه. البسها شوجر. شكرا. ايوه كده. بصوا يا جماعه الشياكه. ينفع سواريه وابخامي. بص الشياكه. فظيع. بص الشياكه والله العظيم مظلوم الالماس. تخيلي ان انت دافعه في الالماس ده كله 11700 وهيرجعوا لك زي ما هم، واشتريتي كوليه ذهب عادي ب 33200 يبقى 44900. اليوم جميل بجد، مبسوطين. الادمن هيراجعوا عشان نكسب الخريطه الموجوده دلوقتي اهي. هنوريها لهم اللي كتب اكتر عدد كومنتات واللي شير اكتر حد هياخد الكوليه ده. الادمن هيتواصل معاه او في لايف بكره هتقول لنا مين اللي كسب ونعلن في اللايف. يلا تصبحوا على خير، باي باي.